هل انت فاشل؟ يعني هل انت الفاشل في عيلتنا؟ يعني احنا ممكن نعتبرك افشل واحد في الشله مثلا، بما انك يعني جبت مجموع قليل في الثانويه العامه، فده معناه ان انت مش صاحبنا بعد كده؟ او مثلا ده احمد ده افشل واحد في العيله؟ فهل الكلمه دي صح؟ هل الحياه ماشيه بالمبدا ده؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده خليني احكي لك القصه والحكايه من الاول. على مدار سنين طويله بدات الناس فكره الثانويه العامه تخلق منها بعبع ورعب لكل فئات المجتمع، من اول بقى الاهالي لحد المدرسين لحد الطلبه نفسهم. فكره ان انت الثانويه العامه خلقوا منها شبح للعيال الصغيره 18 19 سنه. بالنسبه له الثانويه العامه دي اللي هتحدد انا هبقى ناجح او فاشل في حياتي. بدات الاهالي توصل لاولادها فكره المقارنه. انت لازم تجيب مجموع زي ابن عمتك، انت لازم تجيبي مجموع زي بنت خالتك، ده دخل كليه، انت لازم تطلع دكتور زي عمك، انت لازم تطلع مهندس زي خالك. وفي الاخر بنكتشف ان انت بتطلع واحد مشوه نفسيا مش بيعمل الحاجه اللي هو عايزها. وللاسف الناس دايما بتحب التصنيف، يعني هو فكره ان هو ده دخل علم علوم، ده شاطر وذكي، دخل علم رياضه، ده نبغه، اللي دخل ادبي ده فاشل. فدايما الناس طلعت ان هي بتقارن، ده بيعمل ده بيسوي. فحتى العيال الصغيره طلعت وهي بتقارن نفسها باللي حواليها لمجرد ان هو اتاسس اساسا وهو في مقارنه حواليه. ده والله ده علم علوم، ده علم رياضه، ده ادبي، ده علمي، ده هيدخل كليه قمه، ده مش هيدخل كليه قمه، ده جاب مجموع عامل ازاي، ده قريبك، ده ابن خالتك، ده ابن عمتك. وفي الاخر بتطلعوا عيال صغيره مشوهه نفسيا لمجرد ان انت خليته يبص للي حواليه، ومن صغره وهو شايف ان اللي بيعمله مهما كان بيعمله كويس هو قليل، وانت مش شايف ان هو ده الحاجه اللي المفروض يعملها، او هو مفروض يقدم اكتر من كده. واجتهاده وقدرته يعمل الحاجه دي هي دي بس اللي قدر يعملها، مش قادر يعمل اكتر من كده. فانت بتطلعه بتحسسه ان هو فاشل، هو ما بيعرفش يعمل حاجة، وهو اقل بكتير من اللي انت متوقعه، واللي انت متوقعه اعلى من كده بكتير، بس قدرته ما تجيبش ده. غير ان في اهالي بتحاول تحقق حلمها في ولادها، هم ما عرفوش يحققوا الحلم ده في حياتهم، قرروا ان هم يطلعوه في عيالهم. هو كان نفسه يطلع مهندس، فابنه لازم يبقى مهندس لان باباه ما عرفش يبقى مهندس. هو ما بيبصش ابنه عايز يعمل ايه او ابنه نفسه يوصل لايه في حياته، هو شايف ان هو لازم يوصل للحاجة دي في ابنه. فبيطلع واحد برضه مش بيعمل الحاجة اللي هو عايزها، بيطلع واحد بيمشي مسار غلط في حياته لمجرد ان باباه عايز يمشي في المسار ده فقرر يمشي ابنه في المسار ده. كم من ناس قابلتها في حياتي وهي مش بتعمل الحاجة اللي عايزها، سواء جوه مصر او بره مصر. تخيل واحد عايش 30 40 سنة من عمره مش بيعمل الحاجة اللي عايزها لمجرد ان اهله زمان قرروا يمشوه في طريق هو مش عايزه، وحاليا هو مش عنده القدرة ان هو يغير ده، او على الاقل خايف ان هو خلاص انا والله بعمل الحاجة دي وبتكسبني 2 قروش، هو انا راضي بده. فخلاص بقى فكرة ان انا اعمل الحاجة اللي عايزها دي مش حاجة متاحة دلوقتي. فنصيحة للاهالي قبل اصلا العيال الصغيرة، مش قادر اقول ان هم شاب او شابة لان هو صغير بيسمع منك وبيستقبل منك المعلومة. اوعى تمشي ابنك في طريق هو مش حبه او مش عايزه لمجرد ان انت ترضي الانا عندك، او ان انت بتقارن ابنك بحياة حد تاني. وخليني اقول لك يا صديقي، سواء انت بقى لسه في ثانوية او خلصت، اوعى تبني حياتك لمجرد ان انت بترضي حد حتى لو اهلك، لان محدش هيعيش حياتك، محدش هيعيش مستقبلك ولا هيتحمل نتيجة غلطاتك. اهلك ربنا يبارك فيهم بس هينسوا اصلا ان هم قالوا لك اعمل كده، او النصيحة اللي هم نصحوها لك دي هينسوها، ويترتب عليها ان انت هتمشي في طريق انت مش عايزه وطريق انت مش شايف نفسك فيه. ونصيحة مني، اوعى تقارن نفسك بحد، او تقارن نفسك بقى بواحد صاحبك، ببنت عمتك، بابن عمتك، بخالك، بعمك، لان كل واحد فينا ربنا راسم له كده طريق يمشي عليه. هو الطريق ده انت اللي هتوصل له
شئت ام ابيت. كل واحد فينا مسار مختلف عن التاني، في عقبات في حياتك انت هتقابلها غير اللي انا هقابله، غير اللي ابن عمتك وابن خالتك هيقابله. كل واحد فينا مختلف عن التاني. عايز تبقى سعيد وناجح في حياتك، اوعى تبص لحد، قارن نفسك بنفسك. انت كنت فين من كام سنة وبقيت فين دلوقتي؟ ده اللي هيحدد حياتك ومستقبلك. غير كده الحياة او ارض الواقع مختلفين تماما عن فكرة الدراسة والكلية وكل الكلام ده. الحياة بتحدد الناجح من تجاربه، خبراته، سعيه، هو وقع كم مرة، قابل صعوبات قد ايه وقدر يتخطاها. ده الناجح في حياته. النجاح مش فكرة انت جبت كام مجموع، جبته كام، او الامتحان ده عملت فيه ايه، ولا انت وصلت لنتيجة كام في الثانوية العامة. ده مش موجود على ارض الواقع خالص. الحياة والشارع بره، وزي ما بيقولوا كده السوق ما فيهوش الكلام اللي انت بتسمعه من اهلك ده او بتسمعه من الناس اللي حواليك. الثانويه العامه مهمه، الثانويه العامه ممكن تحدد طريقك، بس مش هي نهاية العالم. هي خطوة صغيرة جدا في طريقك. فانت والله قدرت توصل للمجموع ده تمام، ما قدرتش والله لو انت في مجال تاني محتاج مجموع اعلى ممكن تدرسه اصلا لوحدك. وكم مليون من قصة نجاح انا شفتها في اوروبا ومصر من شباب اصلا درست مجالات بعيدا تماما عن اللي ليها علاقة بمجموعها وناجحين فيها، او عارفين يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها لمجرد ان هو عنده حلم في الحتة دي وقدر يسعى ليها. فانت ما تبصش لاي حاجة غير تبص للحاجة اللي عايز تعملها، وانك تبقى بتعمل الحاجة اللي بتحبها. وصدقني هو ده النجاح الحقيقي. النجاح الحقيقي ان انت تبقى سوي نفسيا، تبقى بتعمل الحاجة اللي بتحبها، تبقى بتتعلم من غلطاتك، تبقى احسن من النسخة اللي انت فيها دلوقتي عن زمان. واعمل الحاجة اللي انت شايف ان انت هتقدر تنجح فيها. سواء والله درست جوه مصر بره مصر، سافرت ما سافرتش، اعمل طول عمرك الحاجة اللي انت عايزها، عشان صدقني هتنجح فيها وحياتك هتبقى احسن. فالاجابة على السؤال اللي في اول الفيديو، لا انت مش فاشل. زي ما قلت لك اعمل الحاجة اللي انت عايزها وتوكل على الله، وان شاء الله تبقى دي بداية خير عليك. فزي ما قلت لك افرح ايا كان مجموعك ايه، بس وارسم لنفسك الطريق اللي انت عايزه بعيدا عن اي حد.